مرحبا بكم. وصفه اليوم ان شاء الله رايحه تكون العصبان ماشي اللي ينباع عند لي بوشي. العصبان احنا في الناحيه تاع الغرب يبيعوه اللي يبيعوه يعني الكارانتيكا. شوفوا هنايا راه عندي الدواره، هنايا شريت من عند البوشي على حساب 20 ميل 200 دينار. كي جبتها للدار عاود غسلتها، درت الماء يغلي وسلقتها فيه، وهذيك الكرشه حتى هي كرتها. راكم كاع تعرفوا الطريقه كيفاش نقوا الدواره. من بعد قطعتها ودرتها في الكيكوطه. شوفوا هنا ما كثرتلهاش الماء، بالتقريب 2 كيسان بما انه الكميه عندي قليله. درت لها شويه ملح، فلفل اسود، وشويه تاع الكمون، بالتقريب واحد الملعقه صغيره، ورايحه نديرها فوق النار طيب. انا نحتاج هذا الماء اللي طيب فيه الدواره باش نمرقوا به، باش العصبان نتاعنا تجي فيه البنه، باش ما يجيناش صامت كي نمرقوه بالماء عادي. درك رايحه نحط هذا الدواره طيب، بعد ان شاء الله نعاود نطبق. هذه هي الدواره تاعنا بعد ما طابت. درك رايحه نطحنها، وهذا المرق نصفوه. بعد ما نطحنها ونصفوه نعاود نتلاقوا باش نكملوا بقيه المراحل. هذه هي الدواره تاعنا بعد ما طابت وطحنتها بهذا الشكل. درك عندي هذاك الماء نتاع الدواره اللي قلت لكم نستحفظوا به. عندي نحتاج الروز. هنايا بالنسبه الروز طيبته عادي في الماء، درته يغلي، درت له شويه زيت وحطيت الروز شويه ملح وخليته حتى طاب. عندي بصله تكون مرابيه ولا مقطعه قطع صغيره جدا. عندي ثوم مرابي، يعني هنايا الكميه هادو على حسب الدواره اللي تكون عندكم. عندي هنايا الحشيش، قزبر ومعدنوس حتى هما مقطعين هكا، مقطعين مليح. عندي الطماطم، انا رايحه نستعمل هذه، ولا ما كانتش متوفره عندكم استعملوا الطماطم العاديه ترابوها. رايحه نستعمل شويه برك نتاع الهريسه باش تعطيني هذاك لاغيغو، واللي ما يبغيهاش يبغي يستعملها ديريكت في الخبز، هنا يبقى اختياري. انا برك واحد شويه على راس المغرف رايحه نستعملها. بالنسبه للتوابل عندي شويه تاع الملح، فلفل اسود، كمون، شويه سكنجبير، شويه كركم، والفلفل الاحمر. وعندي ملعقه ماشي معمره بزاف نتاع الطماطم المصبره. هادو هما المكونات. وهنايا اللي يبغي يستعمل الكفته لا فيونداشي قادرين تستعملوا كميه تاع لا فيونداشي، انا ما راهيش متواجده عندي. ومام يعني عند لي فاست فود ما يخدموش بالكفته على خاطرش الثمن نتاعها راه غالي، ومام باش ما تنقاملهمش غاليه، يعني كيما نقولوا باش يدخلوا الفائده نتاعهم. نروحوا مباشره لطريقه التحضير. عندي بلان نتاع الفرن، رايحه نوضع فيه هذه الدواره، نزيد عليها الروز، نزيدو هذا البصله، نزيدو الثوم، هنايا التوابل. هنا رايحه نزيد برك شويه تاع الملح، ما نكثرش. عندي شويه تاع الكركم، شوفوا غير هاد شويه هكا، بالتقريب واحد نصف ملعقه صغيره. السكنجبير حتى هو ما نكثرش، بالتقريب حتى هو نصف ملعقه صغيره. عندي كمون نديرو كميه مليحه، كما تعرفوا الدواره تبغي الكمون، ندير بالتقريب واحد الملعقه صغيره. وهنا قلت لكم دائما التوابل تبقى على حسب الكميه اللي تكون متواجده عندكم. عندي فلفل اسود، فلفل الاحمر، الفلفل الاحمر
غنستعملو حتى هو ملعقه صغيره. عندي هاد الملعقه نتاع الطماطم، يعني ما تكونش معمره بزاف. رايحه نحلها في هذا الماء اللي طيبنا فيه الدواره. رايحه نستعمل قلت لكم من هذه الطماطم. وانتم لا ما كانتش متواجده عندكم تستعملوا الطماطم حب، تزيدوا لها قلت لكم تستعملوا الطماطم حب ترابوها. هنا عندي قلت لكم غير هكا غير واحد شويه نتاع الهريسه، هنا تبقى اختياريه، اللي عندها دراري صغار قادره ما ديرهاش. عندي قزبر ومعدنوس، هنا ضروري لازم يكون القزبر والمعدنوس، نضيفوهم حتى هما هكا ونمرقوا بهذا يعني بهذا المرق اللي طيبنا فيه الدواره. هذا هو السر نتاع البنه نتاع العصبان نتاعنا، خاطش غادي لو كان ديروا غير الماء عادي رايحه تجيكم صامته وما تجي فيها حتى بنه، يعني تجي البنه بصح ماشي واحد البنه زعما كيما نقولوا شابه. درك نمرق هكا نخلط هاد المكونات. كما شفتوا طريقه سهله تحضروا حاجه نقيه لوليداتكم ياكلوا ماكولات صحيه في الدار وما تعرفيش تمدي لولادك. هنايا كما شفتوا كلشي راه عندي طايب. درك رايحه نغطيه بابي كويسون ونزيد عليه بابي دالومنيوم وندخله للفرن حتى تشوفوا هاد المرق نتاعكم بدا ينشف. حنا نحتاجو برك هاد المكونات يمتازوا مع بعضهم ويدوا البنه نتاع بعض. درك رايحه نطيبه بعد ما ينشف لي هذا المرق شويه ويتشربوا المكونات بعضاهم. رايحه نقلع هذاك بابي كويسون بابي دالومنيوم ونخليه من الفوق حتى يتجمر لي، ونعاودوا نتلاقوا ان شاء الله باش تشوفوا الوصفه واجده معايا. هذا هو العصبان نتاعنا بعد ما طاب. هذا هو. هنايا بالنسبه للمرق كيما تبغوا تخلوه يعني تنشفوه ولا تخلوه بالمرق تاعه يبقى لكم اختياري. كيما قلت لكم هذا العصبان اللي يبيعوه اصحاب الكرانتيكا احنا عندنا في الغرب.